السلام عليكم طلبة، مساء صباح الخير عفوا. اسمحوا لي. مهم. نتمنى انكم تكونوا مزيانين، نتمنى انكم تكونوا غاديين مزيان مع البريباراسيون، نتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله وبون كوراج ليا وليكم ان شاء الله وكاع الطلبة ان شاء الله كاملين. آه، آه، هذا الفيديو درته مباشرة، ما فيه لا مونتاج لا والو، خدمته هكا كاني نهضر بعفوية. الحلقة او الموضوع او الفكرة ديال هذا الفيديو انني بغيت نبارطاجي معكم واحد الفكرة اكتشفتها يلاه دابا. كنت نشرب اتاي وخدمت شويه الجرامير، جاتني واحد الفكره زوينه. كيفاش نقدروا نفرقوا ما بين noun phrases و noun clauses. and I am sure 100% بانه تنتم كان عندكم هذا المشكل وما زال عندكم. آه both noun phrases و noun clauses عندهم نفس الوظائف، لانهم بجوج عندهم كيتكونوا من مصطلح noun. عندهم أربعة ديال الوظائف أساسية ومشتركة. noun phrases و noun clauses كيخدموا بجوج as a subject and as object and as object of preposition and also as a complement of a linking verb. إذا باش نتعرفوا على noun phrases أو noun clauses انطلاقا من الفانكشن ديالهم in a sentence. it is impossible، صعيب. it takes a certain skills، خصها مهارات وخصها وقت، وحنا الوقت ما عندناش. الطريقه الجوجه اللي كنت انا شخصيا كنديرها باش نفرق ما بين نون فريز والنون كلوز، ولكن اتضح في نهايه المطاف بانها 90% ديال هذه الطريقه كانت غلطه. هي انني كنت كنشوف المقدمه ديال داك البارت اوف السنتنس اللي كنت كنعتبره مثلا فريز. مثلا الا كانت كتبدا بذو فانها مباشره كنت كنعتبرها على اساس انها فريز. العكس عاود، الا كانت تبدا مثلا this part of sentence، الا كانت تبدا مثلا بذات or wh words or ever شي حاجه، المهم كنت كنعتبرها مباشره كلوز، وهذا ايضا خطا. الطريقه اللي المهم كيفاش انا فهمت نون كلوز ونون فريز بغيت نبارطاجيها معكم ونتمنى انها تكون تعاونكم. هي انني نون فريز مجرد اسماء، عفوا مجرد ناون، مجرد كلمات مرتبطه مع بعضياتها، ما فيهاش subject وما فيهاش predicate. هذه هي الوصفه السحريه، هذا هو المكون الاساسي ديال الفريز. بينما الكلوز فهي كتكون simple sentence plus واحد الجزء ما نسميوهش، تقد يكون subordinate conjunction WH word الى غير ذلك. هذا هو المكون الاساسي. وكيفاش نقدر نفرقوا ما بين الفريز والكلوز. always مثلا in a part of a sentence، كما كتبت في واحد الارتيكل كتبتها نشرتها غير البارح، نتمنى انكم تكونوا قريتوها. always find the verb and always find the subject، the main subject and the verb، لانهم هما اللي غادي يبينوا لك واش هاد البارت اوف a sentence is a phrase or a clause. انا عارف هاد الفكره راها بسيطه، ولكن انا مأكد بانها غادي تعاونكم بزاف